بدأت تستخدم علاجات الصلع الوراثي وماشي على البروتوكول المناسب بقالك سنة أو سنتين ومش لاقي نتيجة أو النتيجة ضعيفة. تعال أقول لك على أشهر أسباب أو أخطاء بشوف الناس بتعملها بتخلي النتيجة بتاعتهم معدومة أو صفر. والنهاردة جاي أقول لك خلاصة تعاملي مع آلاف الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة الصلع الوراثي وليه بعض الناس بيقولوا إن مفيش نتيجة من استخدام العلاج. أول سبب معانا وهو التشخيص الغلط. انا كنت عملت فيديو قبل كده قريب وقلت لكم ان في اكتر من 20 نوع من انواع الالوبيشيا او تساقط الشعر، ومش كلهم بيتعالجوا باستخدام ادويه الصلع الوراثي الفينستراد المونوكسيديل والتستراد وكل الكلام ده. لا، في انواع تانية بتتعالج بطرق مختلفه. ففي ناس كتيره بتستخدم علاجات زي الفينستراد او المونوكسيديل او الحاجات اللي بقولها في القناه وما بيكونش عندهم اصلا صلع وراثي، بيكون عنده مشكله تانية، فطبيعي ان هو بيستخدم العلاجات دي مش هيلاقي نتيجه لان هو عنده مرض مختلف تماما. فلازم ان انت تتشخص صح. في معظم الاحيان تشخيص الصلع الوراثي بيكون كافي بالنظر. يعني انت مثلا لو عندك في تاريخ العيله بتاعك ابوك اصلع، امك مثلا عندها شعر خفيف، خالك اصلع، مش عارف عمك اصلع، الكلام ده كله، جدك اصلع، فبنسبه كبيره اللي عندك ده صلع وراثي، وبالذات لو هو ماشي بالنمط التقليدي ان شعرك مثلا بيخف من هنا او بيخف من منطقه التاج او بيخف من كله. انما مثلا في انواع تانية بتكون شبه انواع تانية. يعني مثلا الناس اللي بيكون عندهم ديفيوز سيننج فممكن يكون عندهم مثلا ديفيوز الوبيشا ارياتا او ديفيوز الوبيشا انكوجنيتا، او يكون عندهم مثلا تيليجين فلوفيوم اللي هو تساقط قربي. ففي انواع بتكون شبه انواع تانية، وفي الحالات اللي زي دي لازما تشخيص بالترايكوسكوب او بالميكروسكوب بتاع الشعر هو اللي يحدد انت عندك انهي نوع منهم. واحيانا بيتطلب الموضوع ان انت تاخد بايوبسي او خزعه من فروه الراس. تاني حاجه هو استخدام بروتوكولات ملهاش لازمه. يعني انت اصلا البروتوكول بتاعك غلط. انت مثلا انت عندك صلع وراثي من الدرجه مثلا الثالثه او الرابعه وراح تستخدم لي روزماري او صوبا الميتو، طبيعي ان انت مش هتلاقي نتيجه. لازم تستخدم بروتوكول مناسب ليك ومناسب لدرجه الصلع بتاعتك. انما مثلا ما تبقاش مثلا درجه رابعه او خمسه وتقول لي هستخدم مينوكسيديل بس او هستخدم صوبا الميتو او هستخدم الديرما رولر الوحيده، طبيعي مش هتلاقي نتيجه. ثالث حاجه الكذب. انا بلاقي الناس يجي يقول لي انا استخدمت مش عارف الفينستراد او المينوكسيديل لمده سنه سنتين وما لقيتش نتيجه، وهو اصلا كذاب. هو اشترى المنتجات وما بيستخدمهاش، يجي مثلا يوم يحط المنتج اسبوع اسبوعين ما يحطهمش، طبيعي ان هو مش هيلاقي نتيجه. هو مش ملتزم، هو بيضحك على نفسه. هو طالما اشترى المنتجات فهو بيفكر ان هي بتيجي بالليل تحطها مثلا على راسه الواحده او الحبايه تخش في بقه الواحده وهو نايم. لا يا حبيبي، انت لازم تلتزم عليهم. فانت ما تقوليش ان انت بقالك سنه او سنتين بتستخدمهم لمجرد انك اشتريت المنتجات. ودي بعرفها ازاي؟ انا مثلا بكلمه يقول لي مثلا انا بقالي سنه بستخدم المينوكسيديل. طب اشتريت كام علبه مينوكسيديل؟ يقول لي مثلا اشتريت علبتين ثلاثه. طب ازاي انت بتستخدمه بقالك سنه؟ اصلا المينوكسيديل اقصى حاجه لو قعد معاك شهرين، انما مش هيقعد معاك مثلا 3 شهور او 4 شهور. فهو في الحاله دي كذاب، هو مش ماشي على الروتين صح، او هو مش منتظم. يعني بينتظم مثلا اسبوع واسبوعين، لا، طبيعي ان النتيجه بتاعته ما تكونش احسن حاجه. رابع سبب بيخلي مفيش نتيجه ان مفيش صبر. انت مثلا تشتري المنتجات تبتدي تستخدمها شهرين يحصل لك تساقط اللي هو اللي بيحصل في بدايه استخدام العلاجات، فتقول العلاجات دي مالهاش لازمه وترميها. يا حبيب قلبي، انت ما استخدمتوش صح. ما طبيعي ان يحصل لك في بدايه الاستخدام تساقط. طبيعي ان في نسبه كبيره من الناس اول لما تبتدي تستخدم العلاجات شعرها بيبان جاف، شعرها بيبان اوحش، شعرها بيبان الفراغات فيه اكتر وهكذا. دي حاجه طبيعيه المفروض انت تتقبلها. او الناس مثلا اللي يستخدم العلاج 3 شهور ما يلاقيش نتيجه فيرميه. عشان انا مثلا رفعت نتيجه شخص كان عامل نتيجه مثلا كويسه في 3 شهور. يا حبيبي، الاستجابه للعلاج مختلفه من شخص للتاني وعلى حسب درجه الصلع. يعني انت مثلا لو لسه في البدايه وبدات تستخدمه او انت شعرك وقع بسرعه، طبيعي انك هتلاقي نتيجه سريعه. انما مثلا انت واحد عندك 30 سنه نروه 5، طبيعي ان النتيجه تكون بطيئه اصلا. فدي حاجه عاديه. فانا بشوف ان الناس ما عندهاش صبر نهائي في موضوع علاجات الصلع الوراثي. انت ما فقدتش شعرك في يوم وليله عشان عايزه يرجع في يوم وليله، لا، الموضوع بياخد اقل حاجه 6 شهور، سنه، اقل حاجه. خامس حاجه او خامس غلطه بشوف الناس بتقع فيها ان هو بيعتمد على الجلسات فقط، سواء البلازما، بي ار بي، بي ار اف، اكزوزومز، ريجينيرا، ستيم سيلز، يعتمد مثلا على الميزوثيرابي او دوتوستيرويد ميزوثيرابي وهكذا. الاعتماد على الجلسات فقط مش هيجيب لك نتيجه على المدى البعيد. الاعتماد على الجلسات اصلا مش بيعالج الصلع الوراثي، ده بالعكس، ده بيحرق لك فلوسك على الفاضي. انا من وجهه نظري ان احسن طريقه لعلاج الصلع الوراثي هي من غير جلسات اصلا. نسبه قليله جدا اللي بتستفيد منها. انا شايف ان هو الناس تمشي على البروتوكول اللي هي الاساسي، وبعد فتره او بعد مثلا سنه او سنتين ولاقي مثلا ان خط الشعر بتاعه شكله مش عاجبه، يروح يعمل عمليه زراعه، هيكون موفر فلوس الجلسات دي اصلا. انما انك تضيع وتحرق فلوسك على الفاضي على الجلسات، هتلاقي نفسك بتدفع لك كل شهر متوسط 100 ل 200 300 دولار على الجلسات دي. اضرب ده مثلا في سنين فهتلاقي مبلغ كبير جدا. انت لو وفرت ورحت عملت عمليه زراعه ومشيت في الفتره دي على ادويه، هتلاقي ان الموضوع ارخص لك بكتير. سادس حاجه توهم
او الناس المتوهمين بعمليه زراعه الشعر انها الحل النهائي للمشكله دي، عشان شاف ناس راحت عملت بفور وافتر في عمليه زراعه الشعر وشعرهم بقى كويس. حبيب قلبي، معظم الترانسفورميشنز او التحولات اللي بتشوفها على الانترنت لناس راحت عملت عمليه زراعه، فهي بتكون عمليه زراعه زائد ادويه زائد حاجات تانية، انما ما بتكونش عمليه الزراعه فقط. عمليه الزراعه هي مجرد نقل شعر من مكان لمكان تاني عشان ترسم خط الشعر، عشان تزود الكثافه في المنطقه دي وهكذا. انما انت عندك عدد محدود من الشعر في المنطقه المانحه، ما ينفعش ان انت تعتمد عليه. وبرده ما ينفعش ان انت تقول انا هستنى اما شعري يقع وبعدين اروح ازرع، انت كده بتضيع وقت وبتضيع جرافس وبتضيع شعر على الفاضي. لازم ان انت تلحق الموضوع في اقرب فرصه ممكنه، اول لما تلاحظ ان عندك صلع وراثي تمشي على بروتوكول مناسب ليك. سابع حاجه اللايف ستايل بتاع الشخص سيء جدا. يعني هو مثلا يكون شخص غير رياضي، مدخن، وزنه زايد جدا، عاداته اصلا يعني نومه بايظ، كل حاجه في حياته بايظه. الحاجات دي بتأثر في نتيجة العلاج او بتأثر في تقدم الصلع الوراثي. لازم ان انت تكون مهتم بنفسك زي ما انت مهتم بشعرك. يعني انت مثلا عندك الرفاهية انك تبدأ روتين او بروتوكول لعلاج الصلع الوراثي، انا مقتنع من ذات نفسي ان انت عندك الرفاهية انك تغير حياتك. اصل انت واحد دلوقتي عندك وقت فاضي ان انت تهتم لشعرك وشايف ان هو حاجة مهمة، فانا شايف ان انت يعني مرتاح ماديا، مش فقير، مش مرمي في الشارع. مفيش حد هيتفرج على فيديوهاتي مثلا وهو مش لاقي ياكل او مرمي في الشارع. لا، انا اعتقد ان الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي اما حالهم ميسور ان هم يقدروا يجيبوا اكل كويس او نضيف ما ياكلوش من بره، او ان هم حتى يشتروا علاجات كويسه. فاهمني؟ فانا مقتنع ان انت لازم تحسن اللايف ستايل بتاعك مع ان انت تبتدي علاجات الصلع الوراثي. مش يبقى اللايف ستايل بتاعك سيء وتبتدي تستخدم العلاجات لانها بتاثر. وبرده الناس مثلا اللي بيكون عندها انيميا او بيكون عندها نقص في فيتامين بي 12 او نقص في المعادن او كميه البروتين اللي بياخدوها قليله او كل اكلهم من بره جانك فود، او الناس اللي ما بتاخدش دهون صحيه، كل الحاجات دي بتفرق برده في نتيجه العلاج. فانت لازم يكون اللايف ستايل بتاعك متظبط على قد ما تقدر عشان تلاقي احسن نتيجه لشعرك ولصحتك ولجسمك. تامن حاجه ان الناس اللي ما بيلاقوش نتيجه صحة فروة الراس بتاعتهم منعدمة، يا اما عندهم قشرة كتير، يا اما عندهم الفروة مزيتة بزيادة او السيبم فيها وكيلها، يا اما ناس عندهم حكة وهرشة كتيرة في فروة راسهم، او ان هم ناس عندهم تساقط بالعبيط كل يوم. فصحة فروة الراس بتفرق في نتيجة العلاج بتاعك. لازم انت تهتم بصحة فروة راسك عشان تلاقي نتيجة كويسة. وتاسع حاجة بشوف ان الناس اللي بتبتدي تستخدم علاجات الصلع الوراثي مفيش روتين هير كير ليهم او روتين عناية بالشعر. بمعنى هو مثلا بيبتدي يستخدم المينوكسيديل، فالمينوكسيديل طبيعي ان هو مثلا السائل بيكون فيه نسبة كحول وبروبيلين جلايكول ان هو هينشف لك شعرك او ممكن يعمل لك مثلا بقايا. هو بقى ما بيبتديش بقى يشوف هو نوعيه شعره ايه، نوعيه شعره ستريت، ويفي، كيرلي، كينكي. يبتدي مثلا يشوف هو المفروض يستخدم كونديشنر ولا ليف ان كونديشنر ولا ديب كونديشننج ولا كل الكلام ده بالنسبه له هو مجهول. هو بيحط المنتجات، بعد فتره يلاقي شعره بقى شبه مكرونه الاسباجيتي، ما يعرفش يستخدم اي منتجات للعنايه، فلان هو بيحط الكاب او مش ملتزم بالعلاجات لان هو استخدمها وعلى الرغم ان في نتيجه لان شكل شعره وحش فهو ما بيهتمش بيه. فلازم يكون في روتين عنايه بالشعر عشان فعلا تلاقي ان شعرك كويس، وبالتالي هتتحفز ان انت تعالجه بصوره افضل او تلتزم بالعلاج بصوره افضل. واخر سبب معانا وهو ان انت تبتدي العلاج متاخر، ان انت تكون وصلت لنروه 7 مقتنع مثلا ان الفينستراد والمينوكسيديل لوحدهم هيرجعوك خلاص لشبابك. لا، هو لازم يكون الاكسبكتيشنز او التوقعات العلاجيه على حسب انت في انهي مرحله. يعني انت لو انت نروه 7 فالكلام هيختلف تماما عن كونك مثلا نروه 2، او انت نروه 6 الكلام هيختلف عن نروه 3 وهكذا. فكل مرحله من مراحل الصلع بيختلف البروتوكول بتاعها. يعني انت مثلا لو انت شخص نروه 7 فانا لازم ابقى اجريسيف معاك، هخليك تستخدم الدوتسترويد بدل الفينستراد ممكن بجرعه عاليه، هخليك تستخدم المينوكسيديل مرتين، الديرمارولون، التريتينون، هخليك تستخدم انتي اندروجينز موضعيه، هخليك تستخدم مكملات، ممكن حتى في بعض الاحيان تستخدم جروس هرمون او بيبتايدز، ممكن على حسب مثلا برضو البادجت والحاجات دي كلها. وبرضو بعد مثلا سنه من البروتوكول ده وان احنا بنراقب الفوائد والاعراض الجانبيه، بعد سنه هبتدي مثلا اقول لك هنروح نعمل اول مثلا عمليه زراعه عشان نعيد رسم خط الشعر. انا اقول لك ان بعد مثلا سنه او سنتين هتلاقي ان شعرك بقى شكله كويس. بس ليه اصلا تبتدي متاخر؟ ابتدي اول لما تلاحظ مشكله الصلع الوراثي. طبعا انا هنا مش بقطم في الناس اللي هم ممكن ما كانش عنده وعي، ممكن ما كانش مهتم كفايه. لا، انت لو برضه نروه 7 فانت ممكن تحصل على نتيجه ترضيك عادي بالروتين. بس انا بقول لك ان انت كان هيبقى اسهل لو انت بدات الموضوع بدري. لو انت مثلا وانت لسه نروه 2 بدات تعالج الصلع الوراثي الموضوع هيكون اسهل بكتير. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، لو حابب استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.